وزي ما احنا متعودين دايما يا جدعان، نادي الزمالك يهدي النادي الاهلي المباراة. يا عيني عليك يا زمالك، يا عيني عليك. حرقة الدم لازم يا جماعة يتحرق دمنا، لازم يتحرق دمنا، ده طبيعي. لا 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 لا، نكسب عادي كده والدنيا تبقى حلوة؟ لا، ازاي؟ لازم يا صاحبي يتحرق دمنا. انت يا عزيزي الزملكاوي لازم يتحرق دمك، لازم يطلع عينينا. ابتدينا المباراة جميل جدا زي الفل وضاغطين، وهوب بقى كرة كده من الألفينا، بقى ايه، جري جري جري، خرم من نص الملعب، ادى واحدة لعدي دباغ لعبها في الشناوي، صدها الشناوي، وهوب طق 1 2 بين كيد وناصر ماهر اللي كان زي الزفت النهارده. هوب ناصر ماهر جابها من جنب العارضة. انا عرفت البشاير واضحة. هوب جالنا ضربة جزاء في الشوط الأول. عبد الله السعيد وهو داخل يشوط انا قلت هيضيعها، ابويا كان جنبي، قلت له هيضيعها. قال لا 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 هيضيعها. قلت له يا عم الحاج، الشناوي حافظ عبد الله السعيد، شوف بقى لهم سنين بيلعبوا مع بعض، شوف الذكاء بقى هنا، الدماغ. واحد بتلعب معاه بقالك سنين، شاط عليك ضربة الجزاء 1000 ضربة جزاء، عارف تفكيرك، بيقرا افكارك، طبيعي يصدها منك، طبيعي بديهي، ما خليش عبد الله السعيد يشوطها. اتشاطت وفعلا اتصدت، والستر ربنا، ستر ربنا، اتعادت ضربة الجزاء. حسام عبد المجيد، انا عارف ان حسام عبد المجيد بيحط الكرة دايما عالية فوق، ما بيحطش تحت على الارض. قلت ربنا يستر، هو بيشوط حلو، لكن هو اللي فوق دي بتبقى صعبة، يا تطلع بره تعلى منه، يا تخبط في العارضة، مفيش اوبشن تاني. بس دخلها جون والحمد لله. قعدنا ندافع دفاع حلو جدا الشوط الاول زي الفل، تمام عدينا الشوط مفيش مشكله، والشوط عدى بحلو ووحشه عادي. الشوط التاني بقى عم يانيك فيريرا الجميل لعب زوم ديفنس، اقسم بالله زوم ديفنس غريب، ولا كأنك غزل المحله. انت مش الزمالك، ولا يا جماعه الزمالك ما بيلبسش الابيض ليه؟ عشان الحسد؟ لا والله. طب كسبنا دلوقتي يعني؟ كسبنا لبسنا ازرق. يا جماعه انتوا بتضيعوا هويه النادي يا جدعان، في الابيض، في اللبس الابيض، التيشيرت الابيض والشورت الابيض. ماشي، الشورت الابيض مش هيلبسوه، يلبسوا اسود، يلبسوا ازرق، بس التيشيرت الابيض يا جماعه، التيشيرت الابيض بتاعنا فين هو؟ يا حبيبي العب بيه، ده الزمالك، الجمهور كله ابيض، انت لابس ازرق ليه يا بابا ليه؟ انا لابس اسود التيشيرت القديم، هو ده اللي عندي، مالكش دعوه بيا، انت ليه يا باشا ما تلبسش ابيض ليه؟ المهم لعبنا الشوط الثاني دفاع غريب، كان نيك فيرا مش عارف هو بيضرب مين، بيضرب تقريبا. يا جماعه يا راجل انت حبيب قلبي، ضرب الزمالك فرقه كبيره، مش فرقه اللي بتفضل قاعده متكومه ومتحاصره ومش عارفه تخرج بالكوره. يعني ترجم يا حبيبي، انت بتدرب مين؟ عندك جمهور بص قد ايه مالي الاستاد، يعني العب يا حبيبي كوره. طبعا هجوم من الاهلي، وطبيعي الضغط ده كله لازم هتغلط، لازم اللعيبه لازم الف ب هيغلطوا. اضعف الايمان خالص هتخرج تعادل، وتخرج ايه مثلا كوره عرضيه بتاع زي كوره حسام عبد المجيد الشوط الاول اللي كان يحطها في نفسه، وارد جدا من الضغط ده كله تجيب جون في نفسك، ولا تخبيطه هوب دخل الجون او تخسر كمان. وده اللي حصل، الدفاع وداك لفين؟ بعد كده لما جاب 2-1 راح بقى هاجم، بقى شكلنا حلو، ابتدينا نهاجم، بس بعد ايه يا حبيبي؟ بعد فوات الاوان، بعد خراب مالطا جاي بتهاجم. ما هو بديهي كده لو انت مدرب بتفهم، يعني لو انت بتفهم، عندك مخ يا راجل، عندك مخ يا حبيبي. نادي الاهلي خسران، مهاجم بكل خطوطه، عاوز يعوض. انت راجل مدرب كبير، يعني درب فرقه بقى كبيره زمالك، هاجم، قول انت عايز تعوض وبتهاجمني، انا كمان هاجمك، هيبقى في مساحات اكتر بكتير. بدل ما كنت كسبان واحد، اكيد لما اجي اهاجم هجيب التاني وهجيب التالت، في ظل ان الاهلي طبيعي ان هو بيهاجم، وهيفضل مهاجم. ده الف ب دماغ يا جماعه، واحد بيفهم. مش هعمل زوم ديفنس، انا ممكن اعمله في اخر 10 دقايق، يعني فاهم، ربع ساعه بالكتير قوي، الدقيقه 75 الدقيقه 77
اعمل بقى زون دفاع، احافظ بقى لو ما قدرتش مثلا اجيب جون وانا 1-0 وبتاع، ماشي مقبول 10 دقايق نستحملهم. لكن شوط كامل، حتى ناصر المنسي بيرجع يدافع. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ واللعيبه يا جدعان نازله الشوط الثاني، نازله الشوط الثاني حتى لسه نازلين مش قادرين يجروا. يعني عبد الله السعيد هو اللي بيلعب ماتش كامل اللي عنده 40 سنه، بيطلع يباصي قدام ويرجع ورا ويطلع ويرجع، ولاعيبه لسه نازله احمد شريف وناصر وعمرو ناصر ومش عارف مين. اجري يا باشا، انت لسه نازل بقالك شوط ولا بقالك كام دقيقه؟ ارجع اجري ان شاء الله ترجع تلعب قلب دفاع، ارجع. الدنيا كانت شوارع عندنا وستر ربنا ما خسرناش 3 و4 لما فتحت، ستر ربنا والله بجد ستر ربنا. ماتش حرق الدم، ناس يا جماعه أنا مش عارف المدربين ما بيفكروش اللعيبه بجد يا جماعه. احنا حتى واحنا بندافع يا ريتنا مثلا بندافع يا عم، ده اعمل زون ديفنس جامد، بس لما تقطع الكوره تعرف بقى تخرج بالهجمه صح، مرتده تروح على الجون، هجمتك على الجون. لا، تقطع الكوره ديب 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 ديب. والله هي دي كوره؟ انتوا بتلعبوا كوره بتاخدوا ملايين ليه بتاع ايه؟ انت بتاخد، قول لي انت بتاخد مليون و10 و20 و30 و40 ليه؟ لما المستحقات بتاعتك تتاخر، انا عايز مستحقاتي، انا عايز فلوسي. لا والله، طب ما تلعب يا حبيبي، العب وريني اداء، وريني يعني كوره انك انتوا لعيبه كوره كده بتلعبوا ساعتها. يا جماعه ده اللعيبه بتلعب بتباصي وتعمل 1 2 وتعمل مرتدات، لعيبه بيفهموا كوره، فهمانين دماغهم حلوه بيلعبوا. اقول لك لا اديهم يا جماعه مستحقاتهم، معاهم حق يا جماعه، معاهم حق. لكن ابيض يا ورد كده، ابيض يا ورد. ونصر وعمرو نصر يا جماعه كرة طبعا لسوء الحظ، طبعا كرة جابها في العارضة جميلة. ده حظ الزمالك، ده طبيعي يعني، ده حظنا كلنا في الحياة، والزمالك ده طبيعي. لكن طبعا لو النادي الاهلي ككرة خبطت بقى في بطن العارضة دب دخل طبيعي، ده الاهلي عادي. لكن احنا الزمالك تخبط تطلع عادي جدا. الكرة الثانية برده جت على دماغه وحطها كده بوشه كده، عمل كده فاهم. طبعا طلع بره، ولكن ما انت هاجمت اهو، هاجمت بس بعد ما خسرت. ها يا عم فيريرا، بعد ما خسرت هاجمت، بعد ما خسرت. ده انت كده تمام، انت كده جامد عالمي. ما انت كان ممكن تهاجم والاهلي بيهاجمك. تخيل كميه المساحات بقى اللي كانت مفتوحه، تخيل انت كده معايا، تخيل. لا انت بقيت زيك زي غزل المحله، مع احترامي طبعا نادي غزل المحله. بتدافع فين الفرق؟ فين انت؟ الزمالك يا بابا. لازم انا بقول لكم يا جدعان، تكيس جونياس هو الحل. مدرب هجومي بيلعب كوره، وحتى لو بيدافع هيعلم اللعيبه، هيعلمهم كده الف ب زي الحضانه كده، ويجيب لهم عصايه اهو كده، بص كوره كده، لا تتحرك كده. هم مش عايزين غير كده، ويشكل بقى ويجيب بقى اللعيبه اللي على مزاجه اللي تطبق فكره. نلعب بقى كوره يعني. الفينا يا جماعه، الفينا مش عارف يعمل حاجه والله، مفيش حاجه جات له، مفيش كوره مفيش حد قال له روح. الكوره الوحيده اللي قال له روح اللي هي كانت في نص الملعب في الشوط الاولاني، اللي عملها للدباغ، دي اللي راح بيها. غير كده مفيش حد، مفيش روح. طبعا هتيجوا تظلموه، اظلمه ازاي؟ اقول له ايه؟ حد اداله كور حلوه طلعه يمين، طلعه شمال، ولا طلعه من نص تاني، ولا اداله كوره في مساحه، ولا مفيش. اقول لكم يا جدعان، ولا حياه لمن تنادي. وهنفضل نضيع نقط لغايه لما الزمالك يبقى تاني او تالت او رابع، ونبتدي ان احنا نفكر نغير المدرب، ونبتدي ان احنا نصحح. لكن زي ما قلت لكم قبل كده، لو بتتابعوا فيديوهاتي، لو حد بيتابع فيديوهاتي اللي بيتفرج عليا هيشوف ان انا قلت لكم يا جماعه احنا عايزين تكيس جونياس يا جماعه، تكيس. اخر ماتش جاي بتاع محله، الله اعلم بقى نكسبه ولا نتعادل ولا هنخسر كمان، ربنا يستر. يعني اقوى دفاع في الدوري موجود، واحنا طبعا يعني على الله. فيا ريت هنخسر ماتش المحله او هنتعادل ونخسر كام بوينت يعني. فنعمل ايه بقى؟ نجيب بقى الراجل ده يشتغل مع الفرقه، تكيس جونياس ده يشتغل مع الفرقه ان شاء الله، او حتى اوسوريو اللي فاضي فيهم واللي تقدر تجيبه، مع ان تكيس جونياس يجي في ثانيه. يشتغل مع الفرقه في توقف المنتخب. ايه رايك بقى؟ ولا انت حابب بقى ايه الراجل ده يكمل ويفضل يضيع نقط اكتر واكتر ويضيع كونفدراليه ويضيع كاس وبعد كده لما نفكر يا عم جون حبيبي اصحى، فوق معانا كده وركز. رحيل
يانيك فيريرا اليوم. بكره او بعده التعاقد مع تاكيس جونياس او اوسوريو. بس شكرا يا جماعه، مش هتكلم تاني.